لما لا المنتخب السنغالي نلعبوا معاه هنا في تيزي وزو ولا في نيسون مونديلا ويجيب كاس افريقيا ونحتفلوا كيف لا مانيش متناقض مع روحي، يعني قلت لك لازم الناس ما تنساش اوروغواي جاوا يلعبوا مع الانجليز وداروا مباراة يعني تعادل، مباراة قوية مقارنة بالمنتخب الجزائري. شفنا نفس التشكيلة اللي دخلوا بها اليوم. انا قلت لك كنت حاب نشوف محرز، كنت حاب نشوف التشكيلة اللي ربما تكون فيها بوادر، يعني التشكيلة اللي راح يلعب بها المونديال. يقدر يكون مثلا نقدر نتوقع انه محرز ما يكونش اساسي مثلا في المونديال، نقدر نتوقع مستحيل، لانه محرز ركيزة اساسية في المنتخب الوطني وهذا اخر مونديال ليه. يعني كي تجي تشوف انا ما نقدرش ندخل في راس بيتكوفيتش. الشيء هذا يقدر يديروا حليلوزيتش. انا لو كان تسالني تقول لي يا وليد واش تسنى حليلوزيتش يقدر يدخل، نقول لك حليلوزيتش يقدر ما يدخلوش، لكن بيتكوفيتش صح هو عنده شخصية قوية ويعمل كثير على الجانب الانضباطي. شفنا كثير من اللاعبين إيكارتيهم على جانب الانضباط وكذا، لكن باش تقول لي انت يا محرز اللي شفنا اليوم الغياب تاعو اثر نوعا ما على المنتخب الوطني امام اوروغواي، ما لقيناش الحلول وشفنا قويري اللي كان معزول في الهجوم. انا نظن انه رياض محرز راح يكون ركيزه اساسيه ما يقدرش يستغنى عليه بيتكوفيتش. يبقى رايك سي وليد العاقل ابراهيم، شفتك يعني ملامحك تغيرت لما تحدث على محرز. شوف هذاك والله غادي فوش on dirait que هذا اللي الواقع ابراهيم بدون خلفيات انا جايبين لا اون ديريك رانا جايبين ما عندناش مدرب، انا جايبين واحد نديبانيو به، فهمت؟ راك تسمع؟ انا معك ابراهيم. باسكو اليوم اي مدرب واحد اخر جزائري او مغترب او سميه كيما حبيت كاين ما يلعبش محرز مع غواتيمالا ويلعب محرز اليوم صافا هكذا يلعبوا كونت فالفيردي وكونتر وتصاور وكابيتان ديسيب. اليوم قاعد في البون، قاعد ولا ما قاعدش؟ نعم فالفيردي لاعب اساسي. دوكا راح نواجهوا الارجنتين اول مقابله ابوبري نفس طريقه اللعب القتاليه. راك شفت لي ديال يقدر محرز ما يبداش المقابله تاع الارجنتين، بصح كاس العالم فيها غير مقابله الارجنتين. لا نهضرك مباراه افتتاحيه معليش على بالنا مازال الاردن يقدر ما يبداش ويقدر المدرب هذا يلعب لا بريدونس، باسكو ما خفاش عليك باش نتفاهموا احنا من راح نواجهوا الارجنتين جماعه. دوك السعوديه ربحت الارجنتين نعم كاس العالم، بصح من بعد الارجنتين راحت لا فينال والسعوديه وين راحت للدار صح. هذا الارجنتين الفائز بكاس العالم هكذا، تحب ولا تكره اللي ما يرجوا توعوا كاع يلعبوا في لي شامبيونال اقوى ولي ميور كلوب الاتليتيكو بارسا الريال ما نهضروش كلهم متألقين. يقدر ما يبداش برياض محرز، بصح رياض محرز يقدر يدخل كور دو جو، بصح يقدر ما يبداش رياض محرز. باسكو دير في بالك حاجه، نهار اللي يلعبوها 3 ديفونسور تفكر هذه الهضره، نهار اللي يلعبوها 3 ديفونسور من المستحيلات يكون محرز. هو قال لك يقدر لا يجزم او يقول يقدر ويحل. ساعك سمعتك على بالي خليني نكمل كلامي معليش باغاك تكوبيني وليد تكوبيني بزاف. خليني نكمل لك الجمله تاعي ومن بعد اهضر. انا من ادير تكتيكيا كي نلعبوا بطروا ديفونسور ما نقدروش نلعبوا بثلاثه اجنحه، باسكو 3 فريمون باش تلعبها لازم يكون عندك فريق ما نقدرش نقول لك المواصفات اللي عنده. نقدر نشوفوا امام رياض محرز خارج القائمه مع الارجنتين يقعد الفوق. ابراهيم يا اخو اسمع رياض محرز ميسي تاع الارجنتين، رياض محرز ميسي تاع الجزائر، راك فاهمني؟ يعني لاعب ما نقللوش ما ماكش فاهمني. لا والله راني فاهمك ابراهيم. شوف اسمح لي دقيقه فاهمك حاجه فاهمك حاجه انا باش تفهمني برك انا نحب نوصل لك. معليش تفضل ابراهيم. اني عيان مانيش حاب نجادل، اسمعني انا الشعبويه ما نستعملهاش. كان جا محرز انا ثاني ماشي شعبوي، انا ثاني جاري وما عنديش شعبويه كان جا محرز افون سونتر ان فون نيميرو 10 ولا ان نافي دمي كيما ميسي في الارجنتين، تسمى كي تلعب اي خطه لازم تدخل 3 4 3 4 3 3 3 5 2 6 8 1 2 سميهم كيما حبيت. ميسي هذاك هو ركيزه، بصح محرز يلعب في بوست وعنده اداء
وعنده اداء دفاعي وعنده اداء هجومي، ولكن باللاج اللي راهو فيه محرز دوكا اسمعني مليح، اللاج اللي راهو فيه محرز شفت المدرب خرجوا شحال من الخطره دقيقه 60 خلاص علاش خليني نكمل لك. حنا ما راناش كونتر محرز كاين مقابلات تسحقوا فيهم، ولكن تلعب 4-3 قدام الارجنتين انا ليا سي دو سويسيد بارابور ليفيكتيف اللي عنده الارجنتين. انا حبيتك تفهمني، مانيش نقول لك انا محرز ماشي مليح ولا يطلع الفوق ولا يهبط تحت. محرز القائد خليه فقط معليش معايا حق الرد تاعو. معليش شوف نخرجوا من محرز لا لا من فضلك ما تخرجش لا ما تخرجش من الموضوع. انا من ادير الحوار، انا نقول لك نخرجونا. لا دوكا هو مد رايه، انا عطيتك رايي في محرز. انا محرز عندي ركيزه اساسيه، قلت لك ركيزه اساسيه في المنتخب الوطني خاصه في المباريات الكبيره هذه. نحتاج يلعب 60 دقيقه ولا 70 دقيقه يا خويا، انا ما يهمنيش. المهم رياض محرز يدخل يقدم الاداء اللي عليه، ولا ما لعبش مليح ما يدخلش في المباراه. احنا على بالنا العمر تاعو متقدم. لا ماراكش فاهمني. كاين الخليفه تاعو او جاي حاج موسى. لا دقيقه كاين كاين عجم مام حاج موسى في 5-4-1 او 3-5-2 اللي هي تتبدل. ما كاش مكان حاج موسى وما كاش مكان محرز، فهمني. الاطراف ما يكزيش. اليوم كي بدينا شفت انت لي اكسونطري ما كاش. علاش يتنحاو في هذه الخطه التكتيكيه؟ باسكو راك داير مدافعين تاع الاطراف تعطيهم الحريه للصعود. جميل جدا اخويا. ان شاء الله في المرحله القادمه يجي طاقم فني مساعد يكون يعني قدها مع بيتكوفيتش. لا احنا على بالنا. شوف نازل اسمح لي هو يضحك ابراهيم. تفضل. واش ضحكوا؟ تفضل سقسي قبل علاش هو يضحك. لا والله غير مساعد بالك عندك سكوب. ماشي سكوب ولا حنا ما نقولوش سكوب في الجزائر. حنا الاخبار كاع ماهيش سكوب ولا. صافي كاين تدعيم للعارضه الفنيه. ان شاء الله راح يكون تدعيم للعارضه الفنيه للمنتخب الوطني. شوف بيتكوفيتش كيما على بالنا، انت على بالك ابراهيم ونازم على بالك. انا ما على بالك باللي بيتكوفيتش راح يجدد العقد تاعو. هذه سمعنا بها ككل جزائري. هذا في الخيمه بارك الله فيك. حيجدد العقد تاعو 2027. انت تشوفها خطوه مليحه. الاتحاديه راح تحدد له الاهداف، الا وهي نصف نهائي كاس افريقيا 2027 او نهائي كاس افريقيا 2027. السلام عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم في قناتكم ميدو بريس. كيف شاهدتوا معايا جنون وانهيار الاعلام العربي. صراحه المغرب غادي بواحد الوتيره اللي مزيانه وكيتقدم، لكن الاعلام الكرغولي والاعلام العربي سنقولوا صراحه حاسدين المغرب بزاف. المهم خوتي خواتاتي الا كنتي اول مره كتشاهدنا خلي واحد السبسكرايب اشتراك في القناه وفعل معك زر الجرس باش تبقى توصل ديما بالجديد ديالنا. اللي التعليق ديالك اسفل الفيديو، الراي ديالك على موضوع اليوم، وكيف العاده فرقع لي ديك اللايك. كان معكم ميدو، تشوفوا في حلقه مقبله ان شاء الله. تشاو.